حبايبي واخواتي وكل اهلي وناسي. طبعا دلوقتي احنا معانا مسجد اللي هو المسجد الاقصى، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده. طبعا المسجد الاقصى طبعا جايبينه منين؟ احنا عاملينه كله من الخرده القديمه، عباره عن شويه خرده قديمه ومجمعينه منه، تمام؟ عباره عن قطع صاج وشرايح قديمه، حاجات خارج الصندوق، واحنا عملناها مسجد. طبعا المسجد الاقصى اهو زي ما انتم شايفين كده اهوت، شايفينه اهو. طبعا كامل مكمل من كل حاجه. بالصلاة على النبي كده، تمام؟ صلى على النبي كده في قلبك. وقبل ما نعمل أي حاجة وقبل ما نعمل تفاصيل لازم تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد، لأن احنا كل يوم كل ما بنصنع حاجة بنحكي عنها وبنوصلها لكل الناس بالتفصيل، تمام؟ طيب أول حاجة جبنا قطعة صاج زي ما أنت شايف كده، قطعة صاج اللي هي مكتوب عليها المبتكر المصري من تحت. لو ركزت في القطعة من تحت هنا هتلاقي مكتوب عليها اسمي، وهو المبتكر المصري، تمام؟ طيب اول حاجه هنا هتطلع على قطعه الصاج، في هنا ديكور اهوت برضو معمول، يعتبر معمول من شرايح صاج، تمام؟ بعد كده موقفين اهوت شرايح صاج اهوت وعاملين بقى المسجد. والقبه طبعا عباره عن قطعه صاج دايره. طبعا الهلال دوت معمول من حتتين بلي اهوت وحتتين مسمار. وطبعا هنا ايه؟ ورد. طيب اول ما تخش المسجد هتلاقي ايه؟ هتلاقي علمين اتنين، ده علم مصر وعلم فلسطين. هتخش جوه هنا في باب. طيب هتخش طبعا جوه حتى ممكن تلاقي الباب منفذ على الناحيه التانيه، شايفينه اهو في التصوير؟ شايفينه يا شباب؟ ضايع، عامل اضاءه من جوه اهو، شايفينه اهو. طيب هننزل كده، تمام؟ وهنلفه كده اهو. ايه رايكم في الجمال دوت؟ حاجه كده مفيش بعد كده طبعا. لازم تستنونا في كل جديد. وطبعا كلته معمول من الخرده القديمه، كل المسجد معمول من الخرده القديمه. لسه هنشطبه وهيبقى نعمله نسخه اصليه من المسجد الكبير بالتفصيل. اللي هو المسجد قبة الصخر اللي هو القدس الشريف، تمام؟ طبعا ده عمل فني جميل ومحبوب من كل القلوب. ويا ريت ان شاء الله باذن الله ما تطلعش من الفيديو بعد ما تطلع كده، قبل ما تطلع، مش بعد ما تطلع، لا قبل ما تطلع تعمل لايك ومشاركه للفيديو وتعليق منك حلو جميل ان شاء الله. واستنى الفيديو اللي جاي.